النهارده ريال مدريد كسب اهو، ودينا مبسوطين. وهو هيلعب اهو في دور الثمانيه. بس هيلعب في دور الثمانيه مع بروسيا دورتموند في الغالب لو عدى مونتير. ولو عدى بروسيا دورتموند هتبقى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. وده السؤال، ليه دايما حظنا كده؟ ليه دايما سكتنا او مسارنا في البطولات؟ مين اللي حظه؟ ليه مسارنا صعب؟ اللقب بعد دور ايوه يعني ليه مسارنا صعب مع الفرقه دي كلها؟ يعني مين اللي مساره صعب؟ ريال. مين اللي بطولات اوروبا؟ مين اللي حظه كده؟ كلها مساره صعب. هتخلى عن حياتي. لا هطلع بالبدله عشان نبقى متفقين. لا ده في مقوله شهيره محطوطه من زمان: اديني حظ ريال مدريد وارميني في البحر ببدله حديد. يا باشا ده انتوا الحظ اتخلق لكم برضه قسما بالله. عز حصل ولا ما حصلش؟ وانا كنت بضحك على الفيديو بتاع حصل ولا ما حصلش؟ انا هقول لك الطفل الصغير اللي هو عمال حصل ولا حصل ولا ما حصلش؟ واحد لابس تيشيرت الارجنتين من وراه مخوفه، فالولد يا عيني كل شويه عمال يعمل كده. لو عندهم الفيديو حتى بص على الكتاب. بتعمل حاجه ولا ايه؟ ميسي. ايوه ده احنا اللي بدانا بيه. انا كنت عايز اقول لك والله في البدايه، اقول لك حرام الطفل دوت يروح زعلان. هو يوفنتوس ما عندوش اطفال؟ الله، نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا.